وريني بقى كده يا ابني موعد مباريات النادي الاهلي في شهر سبتمبر. مبدئيا كده احفظ الفيديو ده عندك عشان هتحتاجه طول الشهر عشان نعرف ماتشات الاهلي. بسم الله. اول ماتش الاهلي هيلاعب انبي يوم 14/9، وماتش انبي ده انتوا عارفينه ماتش بيبقى منفس من الاخر يعني. بعد انبي الاهلي هيواجه سيراميكا كليوباترا يوم 19/9، وزي ما انتوا عارفين الماتش ده برضه بيبقى ليه سيناريوهات كلنا عارفينها وحافظينها. لعيبه سيراميكا بتبلط خط النص وبتبلط ال 18 وما بيخرجوش منهم. اما بقى بالنسبه للماتش اللي بعد كده هنلاعب حرس الحدود يوم 23/9، وربنا يكرمنا يا رب ونعرف نفوز في الثلاث ماتشات دول، عشان اخر ماتش في الشهر ده هنلاعب نادي الزمالك يوم 29/9، ودي هتبقى مباراة حاسمة فاصلة مهمة جدا. ماتش القمة يا جدعان كلنا مستنيينه، كل واحد جاي بصفقاته وكل واحد جاي باللعيبة بتاعته. عايزين نشوف بقى مين احسن، خوان الفينا ولا احمد السيد زيزو. عايزين نشوف بقى امام عاشور يكون رجع وخف ولا كابتن محمد شحاته هيكون افضل ودونجا. طبعا زي ما كلنا عارفين ماتش الاهلي والزمالك ده ماتش بيتحدد عليه مبدئيا كده الدوري. مبدئيا بتكسب في الماتشات الكبيره دي بتاخد الدوري، وما تخليش حد يضحك عليك ويفهمك ان الاربع ماتشات دول ماتشات سهله. لا، مفيش ماتش سهل، 4 ماتشات ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسبهم يبقى معاك 12 بونت. انا بقى عايزكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات توقعاتكم لماتشات الاهلي في شهر سبتمبر. هل هنفوز بيهم كلهم؟ في فرقه ممكن تعصلك معاها؟ واكتبوا لي في الكومنتات اكتر فرقه خايفين منها وتوقعاتكم لمباراه القمه.